السلام عليكم أصدقائي المستمعين. واليوم غنقدم قصة من قصص رعب للمستمعين. وقبل ما نمشيو لهاد القصة ما تنسوش ديروا واحد لايك وتشاركوا في هاد القناة باش يوصلكم كل جديد. ودابا بلا ما نطول عليكم يلا نمشيو لهاد القصة ديال الرعب. العالم ماشي واضح كما كنتوقعوا. في بعض الاحيان كيخرجوا لينا شي حوايج اللي ما كنفهموهمش. كنقلبوا في كاع المعلومات باش نوصلوا الحل ديال هاد اللغز، وكنحسبوا نحلوا على حسب التفكير ديالنا، ولكن ملي كنوصلوا للنتيجه في هاد الوقت هادي كنعرفوا بان الحقيقه ماشي كيف ما كنا كنتوقعوا. كيقولوا بأن هاد القصة هذه حقيقية وبأنها من الثقافة الشعبية الصينية، والقصة وقعت شحال هادي ودازوا عليها عصور اللي قديمة. والقصة كتقول بأن كانوا واحد جوج دراري اللي خوت، وكانوا تقريبا في كل وقيته ديال العشية كيمشيو ياخدوا الحطب من الغابة. والاب ديالهم ديما كيصيفطهم في هذيك الوقيته، اولا حيت هذاك الوقت كيكون مناسب ليهم حيت هما باقين صغار، وفي نفس الوقت باش يعتمدوا على ريوسهم ملي كبروا. كيمشيو هادوك جوج دراري خوت وكيوصلوا لواحد المنطقه اللي قريبه من الغابه وكياخدوا الحطب. ولكن المشكله جمعوا الحطب بكري ومشاو لواحد المكان وبقاو كيلعبوا فيه. وفي هذاك المكان كانوا كيلعبوا واحد اللعبة اللي مشهورة عندهم في الصين. من بعد ما حسوش بالوقت تبدات الشمس كتغرب، ولكن في هذيك اللحظة ملي بدات الشمس كتغرب كيلاحظوا بأن الشتا بدات كتصب، وبداو كيجريو المكان فين حطوا الحطب ولقاو بأنه فزق بالشتا. قرر الأخ الأول اللي كبر من الأخ الثاني وقال ليه باش يمشيو للغابة وياخدوا حطب تاني. ولكن المشكلة وصل الليل وخاصهم يجيبوا الحطب للأب ديالهم، وفهموا بأنهم تعطلوا بزاف. ملي بقاو غادين في الغابة بداو كيجمعوا هداك الحطب، وكان شوية ناشف حيث كان وسط الغابة وباقا الشتا ما فزقاتوش، وكانت يالله بادية كتصب. في واحد اللحظة كيلاحظوا بأنهم اللي بغاو يرجعوا نساو على الطريق. بقاو غادين وكيلاحظوا بأن تشتا ملي بدات كتصب بداو الضايات كيكبروا، وكيشوفوا بأن الماء غطى الأرض بزاف. من بعد بداو كيقلبوا على الطريق، شوية كتبان لهم واحد الدار اللي بعيدة وشاعل فيها الضوء، وقرروا باش يمشيو لهذاك المنزل ويمشيو يشوفوا شكون اللي كاين فيه، ويقولوا ليه بانهم ضاعوا في الغابه وغيباتوا هاد الليله هادي ما بين لقاو الطريق باش يمشيو المنزل ديالهم. من بعد هذاك المنزل كان في واحد التله بعيده. طلعوا في هذيك التله وبداو كيدقوا في الباب. شويه وهي تخرج ليهم واحد المراه اللي كانت كبيره في السن وما كانتش كتسمع مزيان. بداو كيهضروا معاها وكيقولوا لها بانهم ضايعين في الغابه، وكانت هي كتردد بانها ما كتسمعش وباش يعاودوا الهضره. وفي الاخير فهماتهم وقالت لهم باش يدخلوه هاد الليله هادي ويباتوا عندها، وملي وصل الصباح يمشيو للمنزل ديالهم. وفعلا هذاك الشيء اللي كان كيدخلوا المنزل ديال هاد المراه الكبيره، وكانت مطيبه واحد الحساء ولا الحريره كما كنقولوا ليها بالمغرب. شربوها ومن بعد قالت لهم باش ينعسوا دابا وينوضوا بكري في الصباح ويمشيو للمنزل ديالهم. ولكن الغريب انهم ملي اتجهوا للغرفه بغاو ينعسوا. نعس الاخ الصغير، ولكن الاخ الكبير كان ما جاهش النعاس بسبب انه كان كيفكر كيفاش غيوصلوا المنزل الغد ليه. وهاد المراه الكبيره ما كتعرفش الطريق، وهي تسمع عندها ثقيل بزاف. شويه كيسمع واحد الصوت ديال وحده كتغني، وكان الصوت ديال هذيك المراه الكبيره، ولكن كانت كتغني بواحد الطريقه ديال بحال ماشي طريقه اللي طبيعيه وعاديه.
هداك الشخص ولا هداك الأخ الكبير هبط لتحت وبدا هابط في الدروج بشوية، حيت هاد المنزل هما اللي دخلوا ليه فيه الطابق الأول اللي كاين لتحت والطابق الثاني كيطلعوا في الدروج، وكاينه غرفة الأولى والثانية ديال الغرفة ديال هذيك المرأة الكبيرة. من بدا هابط كيشوف هذيك المرأة الكبيرة وهي كدير شي حاجة في المطبخ، كانت كتحرك ايديها وكيسمع واحد الصوت بحال ديال شي حديدة. من بعد هو يفهم بانها كتمضي شي حاجة، وكانت واحد الحجرة ولا واحد التيمومة قدامها. وملي بدا كيقرب كتر بدا كيشوف بان هذيك المرأة الكبيرة متبدلة ولا متغيرة في الشكل ديالها، كانت تقريبا العينين ديالها بحال واسعين وتا السنان خارجين ليها، وفي نفس الوقت كتضحك واحد الضحكة اللي كانت ماشي طبيعية. ومن بعد طلع عند خوه وقال ليه هاد الشيء، وقال ليه بان هذيك المرأة الكبيرة بانها ماشي مرأة اللي عادية، وصف ليه هذوك المواصفات كلهم. ولكن خوه الصغير حيت كان فيه النعاس وكان البرد ما قدرش يخرج من الماطا، وقال ليه باش يبقى ناعس وبانه يمكن غير كيتخيل في هذا الليل. من بعد خوه الكبير ويجرو من ايديه وقال ليه ضروري تهبط باش تشوف شنو كاين. وملي بداو هابطين فعلا خوه الصغير شاف هذاك المنظر، كانت هذيك المرأة بهذاك الشكل. ومن بعد ويدور وجهها، في اللحظة اللي دورات وجهها ويتخباو في الحيط، بقاو مخبيين شوية ويطلعوا لهذيك الغرفة، هزوا الأغراض ديالهم وحاولوا باش يهربوا، وبداو هابطين بخطوات اللي بشوية باش ما تسمعش الحس ديالهم. بقاو غادين ولقاوها باقا كتمضي في هذيك الجنوية. وملي بغاو يخرجوا كيحسوا بأن الباب ما بغاش يتحل، وفهموا بأنها ساداه بالساروت. مشى هداك الأخ الكبير وبدا كيقلب على الساروت اللي مخبيه هديك المرأة الكبيرة، وفعلا كيلقى هديك الساروت كان تقريبا حدا واحد الكرسي. خدا الساروت ومشى وحل الباب، وهديك المرأة من بعد وهي تسمعهم جات كتجري لعندهم، وبدا واحد الخيط كيتحول بحال الافعى وبدا كيدور عليهم. في هذيك اللحظة هذاك الاخ الكبير بدا كيغوت وخوه الصغير تا هو، ولكن من بعد شداتهم ودخلاتهم المنزل ديالها. في هذيك اللحظة بدات كتشد هذيك الخضرة وبدات كتقطعها وكتلوحها في واحد البرميل اللي كبير باش طيبهم فيه، وكانت مديره فيه تلمة كيغلي. وشويه ويتجيب الاخ الصغير وحلات عليه هذيك القنبه وقالت ليه باش يعاونها ويصيبوا هاد الحساء هذا. سولها وقال لها شنو باغا ديري بيه، وقالت ليه بانها كطيبه وكتخليه حتى الغد ليه وكتاكلو في الغداء وفي العشاء، ولكن هو ما تيقهاش وسكت. وملي بدات كتعمر هذاك البرميل بالماء ولاحت هذيك الخضره بقات غلى هذاك الماء شويه بدات كطل. وفي الوقيته اللي بدات كطل على هذاك الماء الاخ الصغير بدا كيشوف خوه الكبير وبدا كيقول ليه باش يجي لعنده. وفعلا كانت حاطه الجنويه فوق الطابله، هز الجنويه من فوق الطابله وبدا كيحل الحبل على خوه الكبير، ومشى كيجري خوه الكبير ولاح في هذاك البرميل وجر خوه الصغير وبداو غادي كيجريو تهبطوا لتحت. لاحظوا بان الفجر قرب وبان الصباح طلع، وبقاو غادي كيجريو حتى كيتلاقاو مع واحد الراجل وغادي مع الحمار ديالو. سولوا هذاك الراجل على الطريق ديال القرية ديالهم، ومن بعد كيوريهم الطريق ديال القرية. كيوصلوا المنزل ديالهم وكيعاودوا الاب ديالهم كاع هذاك الشيء اللي وقع، ولكن الاب ديالهم ما سيقش. من بعد قال لي الاخ الكبير باش يمشيو لهداك المنزل، وفعلا بقاو غاديين توصلوا لهداك المنزل. وملي وصلوا دخلوا كيلقاو هداك البرميل وكانت هديك المرأة كلها محروقة ومشوهة في الوجه ديالها وكانت ميتة. من بعد عيطوا على الاهالي ديال القرية واكتشفوا بان هذيك المرأة شحال من واحد كان صغير جا لهذيك الدار طيباتهم وكلاتهم.
وعرفوا هاد الشي من الاهالي ديال القرية اللي كانوا في الجانب ديال هذاك المنزل، وكانوا الاطفال ديالهم كلهم تقريبا كيختفاو وما كيعرفوهمش فين مشاو، وكانت السبب هي هذيك المرأة. والى هنا اصدقائي كنوصلوا لنهاية قصة رعب ديال هاد اليوم. ما تنسوش ديروا واحد لايك وتشتركوا في هاد القناة باش يوصلكم كل جديد.